اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح او تجربتي مع شاشه من شركه دهوه، وهي موديل LM 24 بوصه سي 200. انا طبعا مش هعمل لها فتح علبه لان مفيش عندي مكان، ومش هجربها لاني جربتها. لكن انا حابب اوضح ليكم ليه الشاشه دي مميزه جدا في الفتره السعريه، وانصحكم بشرائها. اولا سعرها، الشاشة دي ب 3500، ممكن تجدها في سيجما أو في بعض المحلات المشهورة. ليه رشحتها ليكم؟ نظرا للمميزات اللي بتقدمها. لو من أي شركة تانية هتجدها ب7 و8 و9000. أوضح لكم إيه المميزات. أول حاجة التصميم، تصميمها هنا سليم بازل، اللي هي رفيعة جدا. بصراحة تصميمها ممتاز. طبعا أنا هسيب لكم في وصف الفيديو ملف PDF فيه كل المواصفات الخاصة بيها، رابط الشاشة دي في الموقع بحيث تتفرج على كل شيء وتشوف مميزات. طبعا 1080 75 هرتز مش 60، ركز 75 مش 60. هنا الإضاءة 250. طبعا هنا فيها الانحناء كده كده كده. وايد كولر، اللي هي يعني زي الألوان. هوضح لكم دلوقتي الSRGB وكل المواصفات الخاصة بيها. فليكر فري، لو بلو لايت، سونيك. انا حاليا ماسك الملف بتاع PDF في الموبايل. اوضح لكم شوية حاجات. اول حاجة الكونتراست بتاعها 3000 لواحد. هتجد اغلب الحاجات الفئة السعرية هتجدها 1000 لواحد، انما 3000 دي يعني في تباين اكبر، تقدر تعرف ما بين الابيض للاسود، تفاصيل اللي هي في الضلمة في النور، فالتباين بتاعها حلو. الكالر سبورت بتاعها عشان الناس بتعمل اديت وبتلعب ومونتاج. 99% الSRGB، 85% NTSC، 85% DCP3، 85% ادوبي RGB. طبعا انا معرفش القياسات دي حقيقية وهي مظبوطة ولا لا، بس انا مع تجربتي معاها مقبولة. الاستجابة 5 ملي ثانية. الريفريش ريت 75 هرتز. فبالنسبة للمواصفات اللي انا شفتها حاليا دي، انا ما بفهمش في الشاشات كتير، بس ما اعتقدش ان انا حاجة شاشة فيها سعر 3500 بكل المواصفات دي. يعني انت فاهمني. كمان في مواصفات تانية انا غالبا ناسيها لان هي مش امامي. فممكن تجدها في الموقع. المهم ده فيديو سريع كده بوضح لكم الشاشة دي انا ليش اشتريتها. نوضحهم في السريع. اولا 1080 الوايد كولر بتاعها 99 SRGB، 85 NTSC، 85 DCP3، 85 ادوبي RGB. المفروض انها ديزاينر اوف امينج وكذا كذا كذا. الابعاد سونيك اوف سلو بيكتشر لاجنج. مفيش لاج او تعليق فيها. ادائها لو بلو لايت تكنولوجي كان سبورت كومفورتابل فيو اكسبيرينس، اللي هو يعني تجربة افضل مع ضوء ازرق اقل، يعني مش مضر يعني لعينك. ال 3100 يعني كونتراست ريشو ميكس مور كونتراست بتوين برايت اند دارك. انا طبعا في الانجليزي زي ما انتم شايفين، يعني ما عنديش مرحمين، ماليش فيه اصلا. بس يعني ادائها ممتاز جدا في هذا السريع. دي 3000 ونص. انا بالنسبه لي لو اشتريت شاشه استيراد، يعني اللي هي تعبانه في السوق لان انا من اسوان، بيقول لي بقى 1000 ونص و2000 ونص، واستيراد ومستعمل وما فيهاش نص المميزات دي. طب ما دي جديده ب3 ونص. مستوعبين انتوا؟ طبعا انا في اسوان عشان الشحن وزي كده 250 300، لان دي شاشه على الشحن محترم، فممكن مثلا توصل ل 3800 4. انما عندكم في القاهره مثلا من سيجما ب3 ونص، وفي موقع سيجما ب3 ونص، وهعمل لكم سكرين حاليا. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولا حد يدي سؤال فترة تعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.